السلام عليكم. رسميا منتخب بلجيكا يهين منتخب أمريكا في عقر داره وبين جماهيره برباعية مع الرأفة، ويتأهل لربع النهائي كأس العالم ويضرب موعدا ناريا مع إسبانيا. مباراة في ربع النهائي إسبانيا بلجيكا. البلجيك اليوم فازوا على صاحب الدار، صاحب الضيافة، منظم المونديال، آخر منظم يغادر اليوم البطولة من دور 16 لكأس العالم رغم الخروقات، رغم التلاعب، رغم حضور اللاعب الذي تعرض للطرد في المباراة السابقة أمام البوسنة والهرسك بتدخلات من الرئيس دونالد ترامب، إلا أن هذا لم يكن كافيا لتخسر أمريكا برباعية مع الرأفة. وهذه النتيجة هي نتيجة لكل جماهير العالم وليس بلجيكا فقط. جمهور العالم اليوم كان يدعم المنتخب البلجيكي ضدا في فساد الفيفا الفاسدة التي استجابت لطلب أمريكا وطلب الرئيس الأمريكي من أجل أن يشارك لاعب تعرض للطرد، والعالم أجمع رأى أن البطاقة طرد مستحق. حتى الذي لا يفقه شيئا في كرة القدم سيقول لك أن تلك بطاقة حمراء لا تناقش، لأن اللاعب كان قريب أن يكسر رجل اللاعب بوسنة والهرسك، لذلك هنا بطاقة حمراء لا تناقش. ورغم ذلك هناك تدخلات سياسية، تدخلات من الجهة العليا، لأن رئيس الاتحاد الأمريكي هو الذي كان يجب عليه أن يتدخل ويتكلم مع الفيفا، يقدم استئناف إلى غير ذلك بالطرق المشروعة التي تدار بها كرة القدم، وليس بطرق سياسية عن طريق رئيس البلاد ورئيس دولة أن يتدخل في شؤون الرياضة. وهذا مرفوض بتاتا، وهذا ما تقوله الفيفا في كل محضر، في كل محفل، في كل مكان، تقول أن لا يجوز للحكومات ولا يجوز للسياسيين التدخل في شأن كرة القدم. لكن ما رأيناه وما رآه العالم اليوم فهناك فساد، وهذا ينطبق على جل البطولات التي فازت بها المنتخبات. فهناك فساد في الوسط، هناك فساد رياضي، هناك فساد مجتمعي داخل الفيفا، داخل مجتمع الفيفا هناك فساد. لذا هذه الشبهة اليوم التي حدثت أمام أنظار العالم، لاعب عنده ورقة حمراء ثم يشارك في مباراة رسمية رغم احتجاج منتخب البلجيكي، رغم احتجاج الاتحاد البلجيكي وتقديم الطعن لمشاركة هذا اللاعب، إلا أن كلام بلجيكا والطعن بلجيكا لم يلقي له أي أحد شيء، لم يلقي له بال من طرف الفيفا عندما نشرت البيان على صفحتها الرسمية أغلقت التعاليق. لماذا؟ لأن التعاليق كانت من كل هب وصب من جميع أنحاء العالم تشتم الفيفا وتنتقد الفيفا، لذلك أغلقوا التعليقات حتى لا يرون ولا يسمعون العالم يصرخ في وجوههم. نعم، بلجيكا استحقت وانتصرت برباعية مع الرأفة. ألف مبروك لبلجيكا ولكرة القدم وللرياضة. سلام عليكم.